اكبر دليل الاهلي عنده قيم ومبادئ والله العظيم هو حوار امام عاشور، اكبر دليل. ليه؟ عندك كان بيشتم ويسب ويقل ادبه ومش عارف ايه بشهاده ميدو، وبيقول لك ان انا لو كنت موجود كنت وقفته. هو ما توقفش، يبقى اصبح ان هو فعلا كان في بيئه تسمح بكده. جه النادي الاهلي شتمك، غلط فيك، جاب سيرتك باي حاجه؟ ما جابش. ليه؟ عشان الاهلي عنده القيم والمبادئ، بس بسيطه. اهدى اهدى يا صاحبي وروق كده. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي يا جماعة طبعا كله شاف الحلقة بتاعت كابتن عادل القيعي وكابتن ميدو مع طبعا كابتن إبراهيم فايق، والكلام بقى والأحداث اللي دارت ومش عارف إيه. والله العظيم أنا ما كانش عندي شغف بربع جنيه إن أنا أتفرج على الحلقة، وفعلا ما اتفرجتش على الحلقة لان انا عارف اللي هيتقال. والله اي حد مكان ميدو او اجعص زملكاوي موجود، واي حد مكان كابتن عادل القيعي واقل اهلاوي موجود، انا عارف ده هيقول ايه وعارف ده هيقول ايه. بس كلها حاجات كلها فاهم متهالكه واتقالت كتير، ويعني بص عارف انت اللي بيقول لك اتهرست في 500,000 فيلم ابيض واسود قبل كده، فمعروف ايه اللي هيتقال، معروف ده هيقول ايه وده معروف هيقول ايه. فعادي والله ما شغلتش بالي. فاتفاجئت بواحد صاحبي زملكاوي بيكلمني وبيقول لي الحق شفت اللي مش عارف ايه. فقلت له ايه يا عم في ايه؟ ايه اللي حصل يعني؟ قال لي ميدو مسك عادل القيعي غسله بهدله عمل فيه مش عارف. فقول له يا ابني انت ازاي بس فهمني بس ايه اللي اتقال يعني او ايه اللي حصل. فشفت التصريح الاول لميدو كده، تصريح غريب يعني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا ضد طبعا المؤامرات الكونيه وضد المظلوميه ومش عايز الاحساس ده يوصل للاجيال اللي جايه. قلت بس ميدو كده احرجني، ميدو كسفني، ميدو خلاص بقى يعني طلع ان انا فاهم غلط، مش هيقول الكلام اللي انا كنت متوقعه. فكده هيتكلم في حاجات جديده بقى، وحاجات طبعا الواحد ما كانش متخيلها وما كانش متوقعها. فقلت لا ميدو كده كسفني بقى. فقلت يبقى الولا كلامه صح، الولا ميدو اتكلم في حاجات بقى، فالواحد ايه يحاول يتابع بقى كده الايه فيديوهات مش عارف ايه تصريحات الكلام ده عشان يشوف الدنيا ماشيه ازاي. فسالته قلت له بقول لك ايه يا صاحبي. فلقيت ميدو الاول يعني زي ما بقول لك بيقول ان انا مش عايز اتكلم عن المظلوميه وادعاء المظلوميه والمؤامرات والكلام ده كله عشان ما نورثوش الاجيال اللي جايه ومش عارف ايه. فاكتشفت ان طول الحلقه ميدو بيتكلم عن المظلوميه وادعاء المظلوميه والمؤامرات برضه. طب يا ابني انت بتضحك على مين؟ والله العظيم بجد بتضحك على مين فينا؟ طيب بتضحك علينا احنا الجمهور اهلي؟ مش هتعرف. مجرد بقى تضحك ناحيه ثانيه، ما دي بتاعتك انت مش بتاعتي انا بقى، ماليش فيه. يعني تضحك عليهم وتقول لهم ان انا مش هتكلم في مؤامرات وترجع تتكلم في مؤامرات، فدي بتاعتك انت وهم، مالناش دعوه بيها. المهم فدخلت بقى اشوف بقى التصريحات واشوف بقى المواقف اللي دارت بينهم وبتاع. فبقول له الولا صاحبي ده بقول له طب في ايه؟ قال له ايه يعني مثلا خلاك فرحان قوي كده بتصريحاته يعني، وشايف ان ميدو كان جامد قوي امبارح يعني في البرنامج. فقال لي ده كلمه في وكاله الاهرام وكلموا ان ازاي الاهلي يضم امام عاشور بعد ما شتمه وكلم. فطبعا كل الكلام ده كله بقول لك انا متوقعه وعارف والله العظيم اي زملكاوي هيقعد مكانه هيقول نفس الكلام ما بيتغيرش. ونادي القرن ومش عارف ايه والاعلام والاعلانات يا ابني طب ايه الجديد يعني؟ عايز افهم ايه ميدو قال ايه جديد وعادل القيعي قال ايه جديد برضه. ما هو برضه عادل القيعي رد الردود اللي احنا دايما بنردها كلنا، وكل الاهلاويه عارفين الكلام دوت والزملكاويه عارفين الكلام ده. انت بس اللي مش عايز تقتنع بيه، انت حر، دي حاجه ترجع لك. بس ايه الجديد؟ انا عايز افهم والله. قال لك لا ده هو بهدله وبتاع. يا ابني بهدله فين؟ الراجل مثلا قال لك الاعلانات ووكاله الاهرام وازاي حسن حمدي مش عارف ايه. فببص لقيت طبعا عادل القيعي طبعا الواحد من غير ما يفكر وعارف ان هو هياكل ميدو يعني انا عارف ان هو ياكله مش مثلا يخش معاه في حوار وسجال وبتاع، لا ياكله حرفيا يقزقزه كده والله. فبص لقيت عادل القيعي رد عليه برضه عادي وقال له يا ابني وكاله الاهرام دي كان رئيسها حسن حمدي، رئيس بقى حسن حمدي كان مرسي عطله اللي هو كان رئيس نادي الزمالك السابق قبل كده. فلو من باب اولى ان هم هيجاملوا حد هيجاملوا الزمالك. وبالدليل انا هرد عليك يا صاحبي بالدليل، هات الاهلي بعد وكاله الاهرام وهات الزمالك بعد وكاله الاهرام وكاله الاهرام بعد ما سابت الاهلي بقى جاله صله ومسك ومش عارف وبرزنتيشن ومش عارف ايه وايه. كل الحاجات ديت كل الناس دي ادت الاهلي اضعاف ما كان بياخد من وكاله الاهرام. طب الزمالك لما ساب وكاله الاهرام وقال لك بس انا يا عم وكاله الاهرام دي تظلمني ومش عارف ايه، انا هروح اشوف حد تاني، وفسخ العقد مع وكاله الاهرام. راح ما لقاش ورجع قعد يعيط ويقول لوكاله الاهرام طب معلش اي حاجه تاني. شفت الفيلم اللي هو بتاع عادل امام بيقول له خلاص يا معلم عايزين بسعر امبارح راح عمل معاهم كده. فانت فين بقى البوم بتاعت ميدو في الحوار؟ ما هو كابتن عادل هو احرجه برضه نفس الكلام ونفس الردود اللي هي معروفه من زمان واللي احنا قلناها من زمان. شوف الاهلي وبعدين رد عليه برضه قال له طب ليه الاسماعيلي ما بيخش زي الزمالك؟ ما اصل برضه لو عايزين نتساوى كلنا يبقى خلاص بقى يبقى بترول اسيوط اللي بيلعب درجه ثانيه دوت وبني عبيد اللي بيلعب درجه ثالثه ياخد زي الاهلي والزمالك بقى، ونشوف بقى مين اللي هينجح. ما هي لو عايزين تحسبوها كده، لو عايزين تحسبوا ان ننسى التاريخ يبقى كل الانديه تاخد زي بعض
ونشوف بقى مين اللي ينجح. مش مهم بقى انا كنادي اهلي اتعب واشتغل واعمل سيستم لنفسي، ده مش مهم بالنسبه لك. انت عايز تسوي بيها وخلاص، احنا نتسوى يلا وكل واحد ياخد نفس الفلوس اللي بياخدها التاني، ماشي يا عم خلاص كل الانديه بقى تاخد. دي طبعا نقطه طبعا نادي القرن برضه اتكلم فيها ومش عارف ايه وبتاع، لك عايز افتحها تاني. يا عم افتحها، ايه المشكله؟ انت على طول بتفتحوها يعني. ايه الجديد؟ ما انتوا كل شويه بتفتحوا القضيه ديت وتقولوا والله اصل نادي القرن الحقيقي والزمالك مش عارف ايه. طب نادي القرن ازاي؟ يعني اتكلمنا فيها برضه 500 مره قبل كده، وطلع فيكن جزمجيان يعني بص على قناه الزمالك مع خالد الغندور الزملكاوي، وطلع وقال والله يا جماعه مصطفى مراد فهمي ملوش دعوه، هو اللي اقترح الكلام دوت، بس الكلام ده كان سنه 94، وده اللي احنا عايزينه، مش عايزين منه اكتر من كده. اللي يقول التوقيت بس بتاع النقاط اتحط امتى؟ سنه 94. الاهلي بعد 94 انسحب من البطولات الافريقيه، وطبعا حصل القصه الشهيره بعد السوبر الافريقي بتاع الحكم ماتابيلا، تمام، اللي حسب لكم طرد كده لمحمد يوسف، مش عارفين ليه لغايه دلوقتي محدش عارف. وسبحان الله الصدفه الغريبه ان ماتابيلا ده يتحبس بعد كده جنوب افريقي، يتحبس في بدايه الالفينات بسبب ان هو واخد رشوه من حد، يعني حاجات صدف بتبقى غريبه يعني. فادي برضو حاجه برضو بوم اللي بيقول لك عليها ميدو وقال مش عارف ايه. الحاجه الكوميديه برضو دي كوميديه بقى فعلا، يعني دي كوميديه، يعني عارف انت اللي هو ايه، الضحك بيجري وراك. كابتن ميدو بيقول لك الزمالك نادي الوطنيه الحقيقي، ودايما عايزين عندهم كل حاجه الحقيقي، فاهم؟ ما عندهمش حاجه يعني. احنا مثلا بنقول ان احنا نادي القرن، احنا نادي الوطنيه كده، الزمالك لا، الزمالك لازم كل حاجه فاهم الحقيقي. نادي القرن الحقيقي، نادي الوطنيه الحقيقي، بطل الدوري الحقيقي، هو لازم كده، هو مش مصدق نفسه فعايز يصدق نفسه فيقوم حاطط ضايف كلمه الحقيقي. المهم فبقول لك انا الوطنيه الحقيقي، فكابتن عدلي بكل بساطه قال له بقول لك يا ميدو، قال له طلع المنديل يا ميدو. طلع المنديل. انت نادي الوطنيه ازاي؟ بجد والله انت نادي الوطنيه ازاي؟ ده انت نادي اصلا اللي اساسك مختلط، فاهم؟ يعني انت الاساس كله كنت مختلط، اجانب بقى على اغريق على يونانيين على مش عارف انجليز على فرنسيين على مش عارف ايه، حاجات كتير قوي. فانت ازاي وطنيه يعني؟ فاهماني والله بجد؟ هو انتوا ليه كده والله العظيم؟ كل حاجه عايزين فعلا يعني، هي عافيه، هو عافيه. احنا نادي اللي مش عارف ايه الحقيقي، احنا نادي مش عارف ايه الحقيقي. ولما يجي واحد اهلاوي يرد على الكلام اللي انتوا بتقولوه او الكذب اللي انتوا بتقولوه او التدليس اللي انتوا بتقولوه او التضليل اللي انتوا بتقولوه، اوف يا خرابي، انت ازاي كده يا عم؟ انت متعصب جدا، انت بتاع فتنه قوي، انت ازاي تعمل كده؟ ما تسيبنا نكذب براحتنا، انت ترد علينا وتكذبنا يبقى انت كده بتعمل تعصب وفتنه. والله العظيم بيتقال كده اقسم بالله. والله في ناس في الفيديو ده هتخش تقول لك الكلام ده، تقول لك ده انت بتعمل فتنه وتعصب بين الجماهير. ليه؟ عشان بترد على اكاذيب، ما ينفعش ترد على اكاذيب، تسيبها تتقال براحتها وخلاص. فالمهم ملخص الكلام عشان طولت عليكم شويه في الفيديو، مفيش جديد. والله العظيم ميدو زي سين زي صاد زي عين عند اي حد عندكم زملكاوي هيطلع في اي برنامج قصاد برضه سين او صاد او عين او اي حد خلقه ربنا اهلاوي، نفس الحوار هيتقال، مفيش فيه جديد. الزملكاوي اللي هيطلع هيقول نفس الكلام، وكاله الاهرام ونادي القرن والوطنيه مع مرزباخ دوت ومش عارف ايه وكلام من ده، طبعا كله كلام مرسل ومفيش اي دليل على كلامه ولا في اي حاجه. والاهلاوي يطلع يرد عليه بالدليل ويقول له مثلا نادي القرن سنه 94 حط المعايير، والاهلي ساعتها كان هو الاكثر البطولات وما كانش محتاج اصلا نظام ان هو يتحط النقط، والزمالك كان السادس في المركز السادس وملوش علاقه بالموضوع. والاهلي لما حصل المشكله مع الاتحاد الافريقي الاهلي طبعا ابتعد عن البطوله والزمالك شارك بناء عليه. ولو مصطفى مراد فهمي وعيسى حياته اللي هم ظلمه وحشين قوي كده وبيكرهوا الزمالك قوي كده سابوك تاخد بطولات ليه؟ مش هقول لك ان هم ما وقفوا الاهلي ليه، لا يا عم هم وقفوا الاهلي بس كانوا عرقلوك انت وكانوش خلوك انت خدت بطولات. بس العقل ميزه وريحه وراحه، انا عارف ان انت فاهم برضو والله صاحبي، بس انت بتحب تعمل كده، دي حاجه برضو ايه تخصك. فاي حد زملكاوي هيجي ينظر اي حد اهلاوي والله العظيم هو ده نفس الحوار يا جماعه، والله ما تدوروش ما تتفرجوش على اللقاء اصلا لان هو ده نفس الكلام اللي هيتقال. فصاحبي معلش ما لقيتش جديد عندك. المشكله بقى ان انا كنت متخيل ان صاحبي ده هو بس اللي عايز يعمل كده بوم وخلاص ومفكر ان هو كده يضايقني وكده، فاكتشفت لقيت ان اغلب الصفحات الزملكاويه بتتكلم في نفس الكلام. عادل القاع كان زارق ميدو اقسم بالله، بص منيمه نومه وحشه، وفي الاخر بيهللوا والحق يا لو ميدو عمل وميدو قال وميدو قال الكلام بتاع الزملكاويه واللي جوه، ماشي ما يقولوا، المهم الرد ايه يا صاحبي. وقصه امام عاشور ومش عارف ايه برضه نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده وبنقوله دلوقتي وهنرجع نقوله تاني بعد كده، ان الراجل ده اكبر دليل الاهلي عنده قيم ومبادئ والله العظيم هو حوار امام عاشور، اكبر دليل. ليه؟ عندك كان بيشتم ويسب ويقل ادبه ومش عارف ايه بشهاده ميدو، وبيقول لك ان انا لو كنت موجود كنت وقفته، هو ما توقفش، يبقى اصبح ان هو فعلا كان في بيئه تسمح بكده. جه النادي الاهلي شتمك، غلط فيك، جاب سيرتك باي حاجه؟ ما جابش. ليه؟ عشان الاهلي عنده القيم والمبادئ، بس بسيطه. اهدى يا صاحبي وروق كده، روق على حالك، الجو حر، روح اشرب لك اي حاجه ساقعه بس ما تكونش مقاطع بالله عليك. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.